السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. يا صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين على عيونكم. يلا ندخل الفيديو. معايا فيديو النهارده حلو جدا وهيعجبكم خالص. فيديو كده بصوا، يعني تحسوه كده من ايام زمان. الناس اللي هم بتوع ايام زمان كده هم اللي كانوا بيعملوا الحاجات دي، بس انا لسه عايشة عليها وبعملها ومش هغيرها مدى الحياة. يلا بينا كده ندخل الفيديو، ان شاء الله الفيديو هيعجبكم جدا. بس يا ريت بقى قبل ما ندخل في الفيديو ما تنسنيش في لايك وشير واشتراك في القناة وتفعل الجرس علشان اي حاجة جديدة توصلك على طول. اول حاجة خالص بدأت بيها، عملت تيست للخميرة. معايا كيس خميرة، فضيت نصه على شوية مية، كوباية مية كده او اقل شوية، وفيها شوية من السكر، وقلبتهم كده. وبعد كده غطيت عليهم وسبتهم على جنب خالص لما يتفاعلوا معايا. طبعا انتوا عارفين لو ما تفاعلتش او الخميرة مش نشطة هنرميها علشان ما تبوظش معانا العجين، وبعد كده نجيب كيس تاني. تمام. بس الحمد لله الخميرة كانت شغالة معايا حلو جدا. ومعايا دقيق بقى، مش هنقول كيلوهات النهاردة لان احنا بصوا بنعمل بقى كمية كبيرة كده، بس يعني ممكن نقول مثلا يجي 6 7 كيلو كده من الدقيق. وطبعا زي ما اتعودنا في اي معجنات، اي حلويات، اي قرص، اي حاجة، المهم اي حاجة داخل فيها دقيق وخلاص، لازم ان احنا ننخله الاول. ان كان فيه عفار، ان كان فيه كلاكيع، ان كان فيه اي حاجة نحوشها كده ونرميها وندخل فيه الهواء كده وايه. المهم يعني ان هو بيديكي نتيجة حلوة جدا. نخلنا الدقيق بتاعنا كده تمام وكده بقى حلو جدا. يلا بقى كده معايا ايه تاني؟ معايا ذرة من الملح، كنت نسيت الملح قمت اجيبه وهحط كده ذرة من الملح. وبعد كده معايا لبن كنت مبيتاه، يعني كان داخل خلاص ان هو يروب، ولو ريب اكتر من كده بيبقى احلى واحلى كمان. بس انا والله بيته بره، بس مش عارفة ما ربش. بس هو ايه كان خلاص يعني داخل ان هو يروب يعني وكده. معايا دلوقتي لبن هنزله طبعا عليه كده، وهبدأ ان انا اعجن على طول. والخميرة بتاعتي كمان كانت تفاعلت وبقت حلوة قوي، هنزلها برضو كده على العجين وهبدأ ان انا دلوقتي كده ايه اقلب على طول. اللبن اللي معايا خلص، حطيت مية مكان برضو اللبن كده، وهبدأ ان انا بقى ايه اعجن. لما العجينة، بص العجينة بقت حلوة ازاي. هبدأ بقى ان انا كده اعجن كده على طول زي ما انتوا شايفة، لما اخلي العجينة كده ملمسها حلو، تكون ناعمة وما تكونش طرية ولا بتلزق ولا تكون جامدة قوي زيادة عن اللزوم. يعني تكون إيه حاجة في الطبيعي كده. وبعد كده بقى معايا سمنة كنت مسيحاها. لما احس ان العجينة خلاص دخلت ان انا خلاص معدتش هعجن فيها كتير، هنزل بقى السمنة دلوقتي. ما تعرفيش بقى حبة السمنة، المعلقتين السمنة اللي انت بتحطيهم دولت حاجة كده بتودي العجينة معاكي في حتة تانية خالص. بص العجينة قد ايه ملمسها ناعم جدا جدا وحلوة بصراحة. وبرضو نسيت اقول لكم ان انا حطيت كيسين من الفانيليا على العجينة برضو. بصوا ريحة بقى مش قادرة اقولك. وبعد كده بقى بجيب الصواني بتاعتي الكبيرة وببدأ ان انا اقرص في العجين، بخليه حتت صغيرة كده. شفت اليوسفية اللي هي الصغيرة دي، اليوسف اللي هو الصغير ده بتبقى قدها كده. هبدأ دلوقتي بقى ان انا كده اقرص على طول. ايوه كده، بص العجينه بعد ما خمرت حلوه قوي ازاي، ناعمه وملمسها حلو. لا هي جامده قوي بتغلبك يعني وكده، ولا ان هي طريه وبتلزق. مش عايزينها تلزق لان احنا اصلا في الحر. ايوه كده، بصي حجم العجينه قدامك قد ايه، حجم الكرة. ممكن تكبريها عن كده لو انتي مثلا عندك فرن اللي هو الكبير، انما الفرن بتاعي الصغير اللي هو ال 80 سنتي ده، فده يعني هتبقى مناسبة ليه وكده. وهبدأ بقى دلوقتي ان انا كده ايه اكور على طول كده واعمل بقى ايه كرات كده صغيرة. حتى الفرن كده في حتة صغيرة فزنق الدنيا شوية، بس ان شاء الله اشوف له مكان تاني واطلعه من هنا خالص. ايوه كده. معايا بقى دلوقتي كده حتة قماشة بيضة نضيفة كده ايه مخصصة يعني للعجين. بقوم جايه بلها كده حاجه بسيطه، بس ما يبقاش فيها ميه، ما تخليش في القماشه ميه. انت بتبليها كده وبتقومي جايه عصرها قوي قوي، وممكن كمان تحطها على الحبل لا يعني لحظات كده. المهم ان ما يبقاش فيها ميه، بس تكون يعني ايه منديه كده، وتحطيها على العجين علشان ما يقشفش. وتبداي برضو ان انت تخلصي كده لحد ما تعملي صينيه واتنين على حسب الكميه اللي معاكي. ومعايا بقى المكنه العظيمه بتاعتنا دي اللي بقالها 100 سنه،
ايوه من ايام فرح انا. بقالها سنين طويلة دي، بس الحمد لله لسه عايشة. بجيب بقى كده العجين وبخبزه، وببقى بعمله كده بالفريرة دي او البتاعة دي، وبعد كده بقى ايه اعجن على طول. عندي بنتي طبعا جانا قاعدة جنبي كده عمالة يا دوبك هي بس ايه ت... يعني تبطط كده تعمله كده دورية، وانا باخده بقى اكمل عليه لانها هي صغيرة طبعا مش هتعرف تعمله كامل يعني. وانا بقى ببططه كده وبعمله بالفريرة دي، وبعد كده اعمله في المكنة واخبز بقى في الفرن. بطلعه بقى عيش حلو، ريحته حلوة، طعمه حلو، حاجة كده معمولة باللبن والسمنة، ريحتها حلوة بالكيسان الفانيليا كمان اللي احنا حاطينهم عليهم. العيش طري جدا جدا فوق ما تتخيلي. يعني ممكن تمسكي الرغيف العيش كده تحطيه في ايديكي كده يروحوا حبة قد كده. فاهمه انتي؟ يعني من كتر ما هو طري وجميل. ده بقى بتعمليه كده تقومي جايه خبزاه. انا عارفه ان مش كل الناس بتعمله دلوقتي، يعني اكتر الناس اصلا نسوا الخبيز والحاجات دي. بس انا عن نفسي لسه بعمل لحد دلوقتي، مش بعرف اكل عيش اصلا اللي بيجي من بره ده خالص، ولا العيش اللي هو بتاع التموين. انا معتمده العيش ده بعمله على طول عند الفرن وعند المكنه، بطلع العظمه اللي انت شايفاها قدامك دي. ايه رايك؟ شفت العيش عامل ازاي؟ حاجه كده تحفه، لونه حلو، طعمه حلو، ريحته حلوه، مش بيبوظ معايا. يعني انا بعمله طري كده، وبعد كده بقى بقوم جايه مسحاه. يعني بعد ما بخلص خالص بقوم جايه بقى مسحاه من تحت كده، وجايبه اكياس وايه وحطها فيه وحطاه في الفريزر. بيفضل من اول رغيف لاخر رغيف وهو حلو معايا. تحس ان انت كده لا كل يوم بتاكلي عيش صابح وعيش طازه. هو اي نعم في شويه عفار بقى، شوفي ان الواحد متمرمط وكده، بس هو بيبقى مثلا كلها ساعتين ولا حاجه، بس بتريحك بقى يجي اسبوع قدام. انا بعمل شويه عيش بقول لك كتار كده، وبقوم جايه بقى مسحاهم وحطاهم في الاكياس وحطاهم ايه في الفريزر، بفضل اكل منهم يجي اسبوع. بس عيش طعمه حلو، تاكليه بالليل تتعشي، تاكليه يعني الصبح وكده تفطري بيه في الغدا في اي وقت. ده عيش بيتاكل بيه طبيخ وبيتاكل بيه كل حاجه، اللي هي الفلافل فول وطعميه وحاجات من دي، تاكلي بيه طبيخ، تاكلي بيه اي حاجه. العيش ده بيتاكل بيه. بقوم جايه بقى جايبه خلقه تانية كده، واقوم جايه ماسكه العيش بقى اللي انا عملته ده، مسحاه من تحت كده عشان ما يبقاش فيه اي عفار من الفرن ولا كده. بس انا برضو بمسح الفرن. يعني شفت البلاستيكه اللي هي الصفرة اللي هناك دي برضو مخصصه للفرن. دايما ايه بجيبها كده ملاها، دي بتبقى ايه جنب الفرن كده، مصلحه الفرن يعني، بتبقى اسمها مصلحه بتاعه الفرن. هي كده وحطة خلقة مخصصة كده، بجيبها وبمسح بيها الفرن كل شوية. بس برضو ما فيش مانع ان احنا ايه ندي البتاع العيش كده مسحة برضو ايه خفيفة كده. ايوه كده. بقوم جايه حطاها بقى كده في الكيس، واخلص خالص واقوم جايه بقى ايه ملفاه كده وحطاه في الفريزر. يفضل من اول رغيف لاخر رغيف معاكي العيش حلو، طعمه حلو، مش بياخد وقت يعني بسرعة اصلا بتلاقيه طعم. بصي بصي بص انا لفيت العيش قد ايه. بص انا لفيته كده في ايديا اهو. اه، عايزه اوريكي قد ايه اصلا العيش طري وحلو. وبعدين احنا متعودين على العيش ده، احنا فلاحين ومتعودين على العيش ده، والناس الفلاحين هيبقوا فاهمين كلامي وعارفين انا بشكر في العيش قد ايه، لان هم عارفين يعني. تمام. بس بس كده خلاص. حلو قوي. خلصنا كده الفيديو.